اليوم سنتحدث عن اختبار الخيط الأحادي. الآن يستخدم اختبار الخيط الأحادي لتشخيص حالة تسمى الاعتلال العصبي، ولكن هناك عدة أنواع من الاعتلال العصبي، ولكن الاعتلال العصبي المحيطي هو ما نتحدث عنه. يتم إجراء اختبار الخيط الأحادي في العيادات الخارجية. تعرفون إنه فحص بسيط جدا، حيث يستخدم خيط في أجزاء مختلفة من القدمين. يتم اختباره في أجزاء مختلفة من القدمين لمعرفة ما إذا كان لديك إحساس أم لا. هل تشعر بأي شيء أم لا تشعر بأي شيء؟ هل هو خضر أم لديك أي نوع من الإحساس؟ الآن سيساعد هذا في تشخيص أو على الأقل فحص المرضى لحالة تسمى الاعتلال العصبي المحيطي. الآن الاعتلال العصبي المحيطي كمرض شائع جدا في الهند. السبب الأكثر شيوعاً الذي نراه هو مرض السكري، وكما نعلم الهند لديها نسبة عالية جدا من مرضى السكري في هذا البلد. الآن خاصة في المرضى الذين يعانون من السكري غير المسيطر عليه، فإن احتمالات الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي تكون عالية جدا. الآن من الأفضل دائما العمل على النظام الغذائي، وكذلك ممارسة التمارين والحفاظ على لياقتنا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الدورية حتى يمكن اكتشاف هذه الحالات مبكرا ومعالجتها. الآن ماذا يحدث إذا لم يتم تشخيص ومعالجة الاعتلال العصبي المحيطي في الوقت المناسب؟ يمكن أن يؤدي ذلك بالطبع إلى الخضر، وهو أكثر شيوعاً في القدمين. لهذا السبب عادة ما يتم إجراء اختبار الخيط الأحادي على القدمين. الآن إذا تم تجاهل هذا الأمر، يمكن أن يحدث أنه بالصدفة إذا انتهى بك الأمر بالخطو على حجر أو مسمار صدئ، فقد يتعرض للإصابة، مما يسبب قرحة يمكن أن تنتشر إلى الجسم كله، وقد تكون مميتة أيضاً. يمكن أن يسبب تعفن الدم والعديد من الإصابات الأخرى. لذلك من الأفضل دائماً مراقبة حالة قدميك والاعتناء بها، خاصة لدى مرضى السكري. ولكن ليس فقط مرضى السكري بل الجميع أيضاً، لأنه كما قلت بالإضافة إلى السكري هناك أسباب متعددة أخرى للاعتلال العصبي المحيطي. يمكن أن يكون لديك نقص في الفيتامينات. كل هذا يمكن اكتشافه فقط من خلال الفحوصات الدورية والفحوصات الصحية المنتظمة، وكل ذلك متوفر في مستشفيات أبولو، بنغالوس،